السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل كشري. كلنا طبعا بنعرف نعمل الكشري كويس. آه يعني اعمليه زي ما بتعمليه كده بالظبط. بس في حاجات هنحطها على الدقة والصلصة، هي دي اللي بتخليها زي بتاع المحلات بالظبط. هتجربي طريقتي دي وهتصدقيني ان الطعم بالظبط زي الكشري بتاع بره واحلى. ولادك كمان هيطلبوا الكشري بتاع البيت، مش هياكلوه من بره تاني. اول حاجه البصل عشان يطلع لونه فاتح كده، ما بيطلعش بيطلع غامق معانا على طول، عشان يطلع لونه فاتح ومش محروق ومش طعمه ممرر وزي بتاع المحلات بالظبط. انا بجيب البصل الابيض، ما ينفعش تعملي بالبصل الاحمر ده خالص عشان هيغمق منك زياده. بحط عليه معلقه نشا صغيره ومعلقه دقيق كبيره وربع معلقه سكر كده بس، وبقلبهم وبس اعملهم في مصفى علشان ينزلوا الدقيق الزياده عشان ما يعجنش منك. بحطهم بقى في زيت يكون سخن جدا. انا حطيتهم في المصة علشان ينزلوا الدقيق الزيادة، وحطيتهم في الزيت السخن. اول بقى مش هقلبه لغاية لما يصفر سنة. اول ما يبتدي يصفر بقلبه على طول على طول لحد لما ياخد اللون كله، عشان ياخد اللون كله لون زي بعضه. اهو ده كده لونه فاتح وحلو ومش ممرر ولا اي حاجة خالص، وكمان مقرمش وحلو جدا. هتجربيه وتشوفي. بعد كده بقى عشان اعمل الصلصة والدقة، انا عملت راس توم كبيرة كده، فرمتها، خدت منها معلقة صغيرة حطيتها في طبق على جنب. وبعد كده دلوقتي احنا هنعمل الصلصة بزيت اللي احنا قلينا فيه البصل. هنزل بباقي التوم، انا خدت منه معلقة بس حطيتها على جنب في طبق. هنحمر بقى التوم ده شوية لغاية لما ياخد لون ذهبي. باقي التوم ده بحطيت عليه حبة مية كده اللي في الكبة، وهحطهم على التوم اللي انا شايلاه من على جنب، لان كده كده الدقة بحط لها مية. بعد كده التومة تاخد اللون الذهبي. اهم حاجة الدقة والصلصة عملتيهم كده هيطلع الكشري معاكي فظيع. بأي طريقة بقى انت بتعملي الرز عامل ازاي، بتعملي المكرونة عاملة ازاي، مش مشكلة. اهم حاجة طعم الدقة والصلصة، هم دول اللي بيخلوا الكشري طعمه حلو. بقلب بقى التومة كده. خلاص كده التومة هتاخد لون ذهبي، هنحط بقى منها شوية على التوم اللي احنا شايلينه من على جنب ده. التوم اللي انا شايلاه ني ده كده بحط عليه شوية من التوم اللي انا عاملاه ومشوحاه ده. فضينا منه شوية اهو، وهننزل بقى بالعصير الطماطم. الصلصة بقى بحط لها الملح وكزبرة وكمون وفلفل اسود وورق لوري وثلاث وحدات من الحبهان. طبعا الحبهان والورق اللوري ده انا بشيله في الاخر بعد ما بتتسبك. انا حاطه 3 وحدات حبهان، بكون عارفه ان انا حاطه 3 عشان اطلعهم ما يجوش بقى ويجوا في بق حد وهما بياكلوا. بسيبهم بقى يتسبكوا. دي الدقه بقى بحط لها الملح وكزبره وكمون. الكزبره طبعا بتفرق في الطعم جدا، والكزبره برضو اللي انا حطيتها على الصلصه مهمه جدا، هي دي اللي بتفرق في الطعم. بعد كده بقى هضيف عليها نص كوبايه ميه، وهاخدها بقى تغلي شويه على النار، هتاخد غلوه واحده على النار. وبعد كده هسيبها تبرد علشان هحط عليها الخل والليمون. كده خلاص سبتها غلت دقيقتين مع بعضها، احط عليها معلقتين كبار من الخل وعصرة نص ليمونة. وكده خلاص هي كده جاهزة معانا. كده الدقة جاهزة معانا. باجي بقى بعمل الرز، انا بعمله بمية العدس. يعني باخد المية بتاعت سلق العدس دي بصفيها
وبحط عليها 3 معالق زيت كده، وبحط عليها الملح، وبحط عليها الرز لما بتغلي، وبسوي الرز عادي زي ما انتوا بتعرفوا تعملوه كده بقى. خلاص هنا لقيت ان ميه العدس كانت كتير شويه عن الرز، يعني بحاول اظبط الميه، لو هي كتير بشيل منها، لو هي قليله بزود عليها ميه عاديه من الحنفيه عادي. ميه العدس بقى بتخلي الرز يطلع لونه بني كده وطعمه حلو. ممكن برضو تضيفي اضافات تانية على الرز لو حباها، تحطي ممكن تحطي ربع معلقه صغيره من القرفه، ممكن تحطي برضو ربع معلقه صغيره من الكركم لو حباها. هنا بقى نشيل الورق اللورا والحبهان ده اللي احنا كنا حاطينهم. وخلاص انا طبعا الصلصه لما بتتسبك بتتقل مني، بزودها ميه بس بعد ما بتتسبك علشان تبقى الطماطم متسبكه حلو وتطلع طعمها حلو. يعني بخفها شويه ميه وبعدين بغليها يعني ثانيه كمان، وتبقى كده جاهزه معانا قوامها كده حلو. خلاص انا كده غرفت الكشري. بحط طبعا البصل والحمص والعدس. شايفين الرز لونه حلو ازاي؟ الدقة بتاعتنا فظيعة بجد، هتجربوه والله العظيم طعمه جميل جدا جدا. كل اللي داقه قال لي احلى من بتاع بره كده. خلاص دي كانت طريقة الكشري معانا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في